يسعد لي أوقاتكم يا أحلى عيلة. كلنا بنحب البرك بجبنة. حضرت البرك قبل الفطور مع الجبنة الخاصة فيها، وبصراحة ما أخدت معي وقت. بنقول بسم الله بمقلاية ما بتلزق، بنضيف 3 معالق طحين وكوب حليب كأنه عم نعمل بشاميل، بخلطهم حتى يتجانسوا على نار هادية، وبضل عم حرك حتى يتقل عندي المزيج. وبضيف أي نوع جبنة بدنا إياه. ضفت أشقوان مبشور وجبنة عكاوي حليتها قبل بوقت وبشرتها، وبنستمر بالتحريك حتى يصير عنا المزيج تقيل ويصير مطاطي. وبضيف السمسم وحبة البركة، وبفردهم بجات بيركس، ممكن صينية عادي موجودة عندكم. وبعد ما تبرد عندي الجبنة بقطعها للحجم اللي بدي إياه، واستخدمت رقائق السبرينج رول سنبلة، نوعية جيدة وحلاوتها كل طبقة بطبقتها ما بتعذب باللف. شايفين الجبنة كيف شكلها والطعمة بتجنن. نقدر نستعملها بكم نوع غير البرك، وأهم شي نحن عم نلفها بنسكرها من الأطراف حتى نضمن ما تطلع الجبنة وقت القلي. وبزبدية بضيف معلقتين طحين وبضيف عليها شوية مي، وبصيروا معي بقوام عجينة سائلة. بدها نهاية الرقائق حتى تثبت وما تفتح معي وقت القلي. وبزيت غزير وسخن بقليها، والحمد لله لحقت قبل الإفطار. والكمية اللي زادت عندي فرزتها بالفريزر، بتضل معي تقريبا 6 شهور ومحافظة على طعمتها ما بتتغير. وبالعافية، صيام مقبول وإفطار شهي، وتقبل الله طاعاتكم. بتمنى طريقة البرك تعجبكم، وإذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم إشعار بكل شي جديد، وتكبر عائلتنا فيكم. انتوا يا حلوين، بتمنى تضغطوا على اللايك والكومنت بدعوة حلوة، ودمتم سالمين برعاية الله. انتظروني بوصفة وفيديو جديد.